يا لله يا سيدي، الصلاة والسلام على نبينا المختار. حكايتنا اليوم ماشي من الخيال، بل هي حكاية محفورة في صم الحجر كيرددها الريح وسط الجبال العالية. واش عمركم سمعتوا بصخرة الغدر؟ هاديك اللي واقفة في القمة كأنها شاهد حزين على زمان داز ومضى. واليوم غادي نعاود لكم قصة لاله ميرا، المرأة اللي كانت بحال النجمة في سما القبيلة، وكيفاش الحب الصافي واجه الغدر الكحل اللي ما كيخلف من موراه غير الندم. ايوا سدوا عينيكم ورجعوا معايا بالزمان لواحد الفيلاج مخبي في حضن جبال الأطلس. كان يا مكان كانت واحد البنت سميتها ميرا، بنت شيخ القبيلة الحاج طاهر. ميرا ما كانتش غير زينة، بل كانت هي الروح ديال الدار الكبيرة. فاش كانت كتتمشى صوت خلخالها الفضي كان كيعطي نغمة كتداوي الجراح، أما كلامها كان موزون بحال الذهب. كانت ميرا ديما لابسة قفطانها المنسوج باليد، والحيك ديالها البيض اللي كيزيدها الهبة والوقار. والشيخ الطاهر مسكين كان كيشوف فيها هي المستقبل، وكان كيعول عليها في كل كبيرة وصغيرة، حيت أحبابي ألقى فيها عقل الرجال ورقد النساء. ولكن يا حسرة، العين الخايبة كانت تابعة ميرا من أقرب الناس ليها. كانت خالتي الزهرة أرملة عمها، قلبها كياكلها بالحقد. كانت باغية الثروة ديال الشيخ لولدها الكسول الفنيان اللي ما كيخدم ما كيردم. ولكن ميرا كانت هي السد المانع. ايوا بدات الزهرة كتنسج خيوطها على منصور الفارس اللي كان كيبان بطل في عينين ميرا. بدات الزهرة كتوسوس لمنصور: يا منصور، الزين كيفنا، ولكن الأرض والذهب كيبقاو. ايوا ميرا هي الساروت والشيخ راه كبر. ايوا فكر مزيان في راسك قبل ما يفوت الفوت. ومنصور اللي كان الطمع عشش في قلبه بدا كيتبدل. وميرا مسكينة بنيتها الصافية والحب اللي كتبغيه كانت كتحس بقلبه برد، ولكن الحب كان كيعميها وكيخليها تقول ايوا غير الخدمة عيات حبيبي منصور ونساتو فيا شي شوية. ايوا يا حبابي، دازت الايام وبقى الحال على حاله، حتى لواحد الليلة كانت عاصفة. الشتا خيط من السما والريح فيها كيصفر بحال الديب الجيعان. منصور مشى عند ميرا وقال ليها: يا ميرا، كاين واحد الكنز ديال جدي مخبي تحت صخرة الغراب في راس الجبل، وبغيتك تكوني معايا فاش نجبدو، باش ملي نجبدو الكنز نعلنو عرسنا قدام القبايل. ايوا ميرا مسكينة خافت من الطريق والليل ظلام، ولكن بالحب تاقت فيه ولبسات الحيك ديالها وتبعاتو. الطريق كانت واعرة صعيبة، الشوك كيخمش في رجليها والظلام كيخلع، ولكن منصور كان كيجرها بالجهد، ما كيشوفش من موراه. والصوت ديال النفس ديالو كان ثقيل ومخيف. فاش وصلوا للقمة
قدام الهاوية اللي ما ليها قرار. دار عندها منصور بوجه غريب، وجه ما بقات فيه لا رحمة ولا حب. تما عرفت ميرا باللي ما كاين لا كنز، والكنز هو حياتها، وباللي منصور باعها بالطمع. منصور دفع ميرا بكل قوة حتى طاحت في الهاوية، وصوت صرختها بقى كيردد في الجبال. علاش يا منصور؟ علاش يا منصور؟ بقى منصور تما حتى تأكد باللي ميرا صافي ماتت. منصور رجع للفيلاج وادعى باللي قطاع الطرق هجموا عليهم، ولكن الظلم عمره ما كيتستر. من هذيك الليلة الصخرة تبدلات، كل ليلة كان كيتسمع فيها صوت خلخال ميرا، ومنصور بدا كيتبالى بالخوف. حتى لواحد الليلة خرج كيجري بحال المجذوب. ايوا حتى لقاوه في الصباح ميت قدام نفس الصخرة. سبحان الله، ويديه لاصقه في واحد الشال بيض بقى عالق تما، الشال ديال ميرا. ومن تما وهو يتسمى هذاك المكان صخرة الغدر، وبقات عبرة لمن يعتبر باللي الحق ما كيضيعش، وباللي دعوة المظلوم كتوصل للسما بلا حجاب. ايوا يا خواتي وخواتاتي، هنا كتوصل حكايتنا للنهاية ديالها، ولكن العبرة بقى ما سالتش. العبرة يالله بدات. قصة لالا ميرا ماشي مجرد خيال، بل هي تذكير لينا كاملين باللي الظلم ظلمات يوم القيامة، وباللي الطمع فاش كيدخل للقلب كيعمي البصيرة، وكيخلي الإنسان يبيع أغلى ما عنده بأرخص ثمن. منصور كان كيحسب ليه باللي فاش تخلص من ميرا تخلص من السر ديالو، ولكن نسى باللي الأرض عندها ودنين، وباللي الحق سبحانه وتعالى كينصر المظلوم ولو بعد حين. صخرة الغدر بقات واقفة تما باش تقول لينا دير النية ونعس مع الحية. ايوا قبل ما تودعوني عندي ليكم سؤال، واش عمركم سمعتوا بشي قصة حقيقية ديال الغدر ولا وقفتوا عليها بنفسكم؟ واش كتآمنوا باللي الدنيا دوارة، وباللي اللي دار شي حاجة راه كيتخلص منها في الدنيا قبل الآخرة؟ ايوا ما كرهتش تخليو لي القصص ديالكم والآراء ديالكم في التعاليق، راه رأيكم كيهمني بزاف وراه كنقرا تفاعلكم. وإلا عجبتكم هاد الحكاية وبغيتوني نستمر في كشف أسرار حكايات الزمن المنسية، ما تبخلوش عليا بإعجاب واشتراك في القناة، وفعلوا جرس التنبيهات باش تكونوا أول من كيوصلوا خبر الحكاية الجاية. إيوا كانت معكم قناة حكايات الزمان. تهلاو في ريوسكم ونقيو قلوبكم، وخليو ديما النية هي ساروتكم. إيوا تصبحوا على خير.